اهلا بيكم. مصر دايما بترحب بزوارها العرب والاجانب، والنهارده كان لينا لقاء مع ضيف مميز واللي حب يعمل اللقاء باللغه العربيه، ودي حاجه فرحتنا جدا. بشكره على وقته. يلا نشوف ضيفنا منين. نتعرف عليك، اسمك ايه؟ أنا اسمي إيتيان. منين؟ فرنسا، من باريس. تشرفنا. تشرف حلو ليا. والله أعرف. شكرا. طيب دي اول زياره ليك في مصر؟ أيوة، يعني وصلت مصر في شهر سبتمبر اللي فات، ودلوقتي عندي أسبوعين أجازة، وعشان كده يعني كنت عايز أزور مكان جنب البحر الأبيض المتوسط، وعشان كده مع أصحابي رحنا مع مرسى مطروح كده. نورت. شكرا. طب اشمعنى اخترتوا مطروح؟ عشان البحر بس؟ عشان بقى عندي في القاهرة عندنا صح المطروح جميل قوي، وما فيش سواح، ما فيش أجانب. ده مدينة يعني في مصريين بس، والجو حلوة، والبلاجة جامدة برضو يعني، وما فيش بلاجة خاصة زي في مدن أخرى تانية في مصر، وعشان كده يعني اخترنا المكان. طب ايه الاماكن المفضله عندك في مطروح مثلا؟ في مطروح يعني احنا هنا يعني من بعد ايام بس يعني طبعا البلاجة ممتازة وممتعة، وبرضو اكتشفنا بعض المطاعم كويسة قوي. مثلا كان في مطعم ممكن نقعد على الأرض على طول، ويعني البدوي. القعدة البدوي، وبناكل يعني بشكل تقليدي كده، كان تحفة قوي. طب كويس. طب ايه اكلتك المفضله هنا؟ هنا أنا بعشق الفول والله أيوة، فول بتنجان يعني مع بعض في الساندوتش، ده جامد قوي. الكشري طبعا، وعلى الرغم من اني نباتي، يعني ممكن الاقي حاجات كتيرة يعني بالنسبة للأكل كويسة أوي. طب كويس، دي حاجه حلوه. وجودك في مصر دراسة ولا شغل ولا سياحة؟ أيوة، أنا موجود في مصر عشان عايز أدرس اللغة العربية، وعشان كده لقيت مركز فرنساوي في القاهرة، وفي المعهد ده في قسم العربية، وهناك عندي دروس طول اليوم، دروس الفصحى والعامية المصرية. جميل. طب دلوقتي بقى قررت تروح فرنسا ولا تخليك في مصر؟ بصراحة يعني هيكون جميل لو أعود في مصر، بس يعني في نهاية السنة دي، يعني في الصيف لازم أرجع فرنسا، عشان ما خلصتش دراستي في فرنسا. يعني انت بتدرس في مكانين، في مصر وفي فرنسا؟ ايوه، يعني الدراسه العاديه في فرنسا، بس كان من الممكن اعمل استراحه في الدراسه في فرنسا، وممكن اسافر في بلد تاني، وقررت مصر. بس ايوه، لازم اخلص الدراسه في فرنسا كده. احنا عندنا مقولة في مصر بتقول ان اللي يشرب من النيل بتاعنا لازم يرجع لها تاني. صح. ارجع عارفها؟ طبعا. أيوة. فاكيد هنستناك ترجع مصر تاني. أيوة. ومبسوطين جدا ان انت موجود معانا. شكرا. تشرفنا جدا فيك. الشرف ليا. شكرا يا فندم، شكرا، سلام.